الدكتور ضياء ركز جدا على فكره استبعاد الاطعمه اللي بتعمل التهابات في الجسم، وكان بيتكلم بجرأه عن اكلات بنفتكرها صحيه بس هي في الاصل مدمره للامعاء. ومن هنا بقى قررت اخوض التجربه بنفسي، قلت يا واد جرب، انت بقالك 15 سنه تعبان، مش هتخسر حاجه لو جربت اسبوع ولا 2. وقطعت حاجتين اساسيتين، البيض والفراخ البيضاء. ومع الخبره القديمه ما كنتش باكل فينو او عيش ابيض لانه كان بيأثر معايا تأثير ملحوظ جدا. في الاول عقلي كان بيقول لي يا راجل معقوله البيض ده اللي كله بروتينات وفيتامينات، والفراخ البيضاء اللي عايشين عليها هم اللي تعبينك؟ بس لما منعتهم حصلت المعجزه اللي بقالي 15 سنه مستنيها. بطني هديت تماما، والانتفاخات اللي كانت ملازماني ليل ونهار اختفت، والاول مره احس اني خفيف واني مش محتاج امد ايدي في جيبي واطلع شريط كلوفرين ولا كولونا. والاغرب من كده ان كل الناس بقت تقول لي انت خاسس جدا. شكيت ووزنت نفسي في اكتر من مكان، لقيت وزني لا زاد ولا قل. حسيت فعلا ان جهازي الهضمي بيرتاح وبيتنفس. طبعا كان لازم ابحث في الموضوع وايه اللي حصل. طب علميا ده تفسيره ايه؟ تفسيره ان البيض رغم فوائده الرهيبه للاشخاص الاصحاء الا انه غني بالكبريت والبروتينات والدهون اللي في الصفار. ودي يا صديقي لبعض الناس اللي امعائهم حساسه بتكون تقيله جدا وبتتخمر وتعمل غازات وتقلصات. اما الفراخ البيضاء فطبيعه تربيتها في المزارع واعتمادها على اعلاف معينه ومضادات حيويه بيسيب بقايا بتلخبط توازن البكتيريا النافعه في بطن مريض القولون، بعكس الفراخ البلدي مثلا اللي بتتربى طبيعي وبتكبر طبيعي. ومن هنا انا حابب اوجه شكر كبير جدا 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 للدكتور ضياء العوضي رحمه الله عليه. بجد شكرا ليك يا دكتور، لانك خلتنا نفكر بره الصندوق، فتحت عيوننا على ان الحل مش دايما بيكون في علبه الدواء، الحل احيانا بيكون في كتالوج جسمنا اللي لازم نفهمه. نظام الطيبات ممكن الناس تختلف عليه او تتفق، وده طبيعي جدا في العلم، لكن الاكيد انه قدم فلسفه مريحه جدا لملايين المرضى، وهي اسمع لبطنك وصالح جهازك الهضمي باللي يريحه مش باللي الناس بتقول عليه صحي. رسالتي بجد لكل واحد بيشوفني النهارده وجيبه مليان حبوب قولون، ما تبقاش اسير للوهم. جرب تعمل جدول استبعاد لاكلك، امنع اللبن والبيض والفراخ البيضاء كام يوم وشوف النتيجه. جسمك هو دكتورك الاول، هو اللي هيقول لك الاكله دي مفيده ليك فعلا ولا هي مجرد سم لقولونك انت بالذات. صحتكم بالدنيا، ويا رب اكون قدرت افيدكم بتجربتي دي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، ودمتم بصحه وعافيه يا رب.